تعرف إن في ناس ممكن تموت 1000 مرة في اليوم؟ الناس دي ما بتعرفش تعيش عادي زينا كده، لأنهم دايما عايشين في قلق وتوتر وخوف من إن النهاردة ممكن يكون آخر يوم ليهم في الدنيا. في حلقة النهاردة هنتكلم عن ال Illness and Anxiety Disorder أو اضطراب القلق المرضي. لكن الأول خليني أحكي لك عن رندا. رندا هي أم عندها 40 سنة. من يوم وفاة أختها بالكانسر بقت عايشة حياة كلها رعب. مفيش 3 أيام على بعض يعدوا غير وهي عاملة تحليل. لو حست بأي نغزة في جسمها بتجري فوراً تعمل رسم قلب. حست بأي صداع بسيط بتترعب وتشك إنه ورم، فبتدخل على جوجل وتدور وتخاف أكتر وتجري على أقرب مستشفى. كل ما الدكتور يقول لها يا رندا أنت سليمة وتحاليلك على فكرة كلها كويسة، تشك في كفاءة الدكتور وتروح لغيره، وكأن مرضها هي الحاجة الوحيدة اللي بتحسسها بالأمان. وهنا السؤال المهم، ليه الإنسان يعيش نفسه في الرعب ده وكأنه مستني جنازته كل يوم؟ ببساطة لأنه قلقان. جسمك بيعمل كده نتيجة فقدانك لحد بتحبه، أو ممكن خوف الزيادة على نفسك، وده اللي بيوصلك لاضطراب القلق المرضي. فلو بتحس بنفس الأعراض اللي بتمر بيها رندا، جرب تعمل البروتوكول ده. أول حاجة، امنع دكتور جوجل. محركات البحث متصممة إنها تديك أوحش السيناريوهات عشان تضمن حاجة واحدة، إنك تفضل فاتح الصفحة. فجوجل مش دكتور، جوجل عدو لحالتك. تاني نقطة، طبق قاعدة التقبل. لما تحس بنغزة قول لنفسك ده مجرد شعور عابر، مش دليل على مرض. سيب الشعور يمر من غير ما تفتش وراه إلا لو زاد عن حده. وفي تحدي النهاردة عايزك قبل أذان المغرب تاخد القرار ده. ممنوع دكتور جوجل طول شهر رمضان، وده مش حرمان، ده استعادة أمان. لو عملت تحدي النهاردة اكتب في الكومنت هلال وقلب أحمر من غير شرح، عشان نعرف إن في ناس بتتعافى بصمت، وإن في ناس أخيرا بطلت تظلم نفسها. وافتكر إن ربنا قال في كتابه الكريم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فربنا هو الشافي، والتوكل عليه بيبدأ بإنك تسلم جسمك للي خلقه، وتعيش يومك بيقين إن العمر مكتوب والرزق في الصحة مكتوب، بالإضافة إنك تاخد بالأسباب. وفي الحلقة الجاية هنتكلم عن أكتر حاجة مزعجة في نومك، وهي كوابيس.